يقول المثل: الإنسان مختبئ وراء لسانه، فإذا تكلم ظهر. وأنا بعد صمت طويل قررت أن أتكلم، وعليه فأنا أعرض مشروعا في خط إعلامي تحت عنوان: هكذا تكلم مدني. فمن أكون؟ أنا ابن الدار البيضاء، حي عين الشق نشأة، سكورة، إقليم وجزات، أصولا، مسافر في أرض الله، مرافقا للأطفال واليافعين والشباب، موقدا بشعلة العقل، مذكيا بشرارة الروح. وهذه قصاصات من سيرة ذاتية جد مقتضبة، أعرضها راجيا أن تنال التقدير ممن سيتتبع هذا المشروع. خريج المدرسة العليا للأساتذة بالدار البيضاء فوش 1985 في الزمن الذهبي لتكوين أطر مغربية عالية الكفاءة بديلة عن الأساتذة الأجانب. 23 سنة من ممارسة التدريس لمادة علوم الحياة والأرض بسلك التأهيل لإقليم جديدة، حارس عام لسنة واحدة، ثم ناظر ل3 سنوات بإقليم سطات، ناظر ل3 سنوات، ثم مدير ل3 سنوات بمدينة الدار البيضاء بالثانوية التأهيلية التقنية العريقة الخوارزمي المتضمنة لتعليم شهادة التقني العالي BTS، مدير ل3 سنوات بالثانوية التأهيلية العريقة مولاي سليمان للتعليم الأصيل بطنجة. استبقت تقاعدي قبل 2 فقط، لا لأرتاح من عناء العمل التربوي الباني لشخصية المتربي المتعلم على يدي، بل لأغير تربة الزرع من حقول التربية والتعليم العمومي إلى بيئة التربية والتعليم الخصوصي. وهكذا جعلت حصيلة كل تجاربي ومكتسباتي ومهاراتي رهن إشارة فريق عمل متكامل لمؤسسة ضخمة عريقة بطنجة، مساهمة مني في تقديم نموذج لجسر الهوة بين نمطين من التعليم يحتضنان بنات وأبناء الشعب المغربي الأصيل، بالموازاة مع مساري المهني الصرف. اشتغلت بالعمل التطوعي ضمن فعاليات المجتمع المدني، وذلك على خطين اثنين: الخط الأول العمل الكشفي ضمن منظمة الكشاف المغربي، ونلت بها رتبة قائد كشفي. الخط الثاني العمل الجماعي ضمن تنظيم العدل والإحسان مدة 20 سنة، في 1985 إلى 2005. تقلدت خلالها على التوالي مسؤوليات نقيب أسرة، نقيب شعبة، نقيب جهة، وبالموازاة مسؤول وطني ضمن مشروع الإحسان، مسؤول وطني ضمن مشروع العمل التلاميذي، مسؤول وطني ضمن مشروع الفنون، وأطر وطني ضمن فعاليات المخيمات الصيفية. وحررت مسودة كتيب تحت عنوان الإحسان، قراءة بيداغوجية في فكر الأستاذ عبد السلام ياسين، وذلك 6 سنوات قبل صدور فكرة الإحسان لصاحبه السيد عبد السلام ياسين، ولي معه قصة يطول سردها. جدا. كنت ذكرتي أنك كنت مسؤول قطري. في حدود علمي أن كنت مسؤول على المستوى الوطني في الجانب الفني داخل جماعة الإحسان، زائد أنك كنت نقيب جهة ديال الدار البيضاء والنواحي. اوكي. واش هذا الكلام صحيح ولا ماشي صحيح؟ واخا تقدر تسمح لي نجاوب على التساؤل علاش هكذا تكلم مدني؟ يمكن جاوبت عليه شي شويه. علاش اختاريت السي شفيق؟ قلت بانني هذا السياق كله قلت غير علاش تجاوبت، يعني بتلقائيه، حيث انا انسان تمشي شويه مع السين كيف كتقولوا الاشارات، فحسيت بها بحال واحد اليد اللي تمدات من جهه عاليه، اذا خصني نجاوب معها. زائد انه عندي من بين الحاجات اللي وصلت لها وتقدر حتى هي ما تعجبش الاخرين او هذا لا يهمني، هو ان ولو كان، وقلتها واحد المره في خلال واحد الجدل في لاباج ديالي فيسبوك، قلت انا بالنسبه لي في هذا الزمان هذا الا كان ابليس داير قناه وقال لي اجي دير حلقه غادي نمشي ندير حلقه لسبب بسيط. الله سبحانه وتعالى تحاور مع ابليس. اذا ما تيهمش. انا بالنسبه لي ارغب في ان المتتبعين ديالي يعملوا معايا بواحد الفكره، اننا نعرض افكارا ماشي اشخاصا. هذا افكار 1 2 3 4. الفكره اللي جاتك هي هذيك خذها، الفكره اللي ما جاتكش بغيت تنتقدها مرحبا، نتعلم منك. الفكره اللي رفضتيها وسالينا، يعني كاين افكار الان كتقال في الفضاء. ممكن دابا نجاوبك على هذا السؤال الا بغيتي.
ولكن كنت ذكرت واحد الحاجه ديال هذه الموافقه عاوتاني ديال محمد الظريف والمدني، وغتجي في السياق ديال انا غندخل شويه لذاك الجانب ديال الجماعه. بالمناسبه الجماعه راه لقيت راسي فيها وانا صغير، يعني شاب. السن يعني غادي نأرخها بكالوريا بروميير اني ديال لاناس. بكالوريا بروميير اني انا درت لاناس بالمناسبه. ما عرفتش واش نسبق نتكلم على راسي كيف ما درت دي محمد الظريف يا البارح بعد يا شكون انا عاد نهضروا في هذا الشيء. يا الوغ صحيح. انا وداعي الشق بالمناسبه. انا الزياده ديال 1961، فعن الشق بركة الحوت، الناس ديال عين الشق كيعرفوها. قريت في المنظر العام اللي كانت من بين ابتدائيات المعروفه والوازنه، وفي بنو زيدون كذلك اللي كانت مع محمد الخامس ومع عبد الله، كانوا هما بغيت تقول المنارات ديال التعليم العمومي ثانوية بن زيدون. بنو زيدون، اللي دابا كاينه حداها الكليه ديال عين الشق. ثانوية. ثانوي انا كاين بنو قريت زيدون. انا قريت في ثانوية بن زيدون في سيدي يحيى الغرب. وي اذا احنا كنتلاقاو عاوتاني في هذه الاشارات. الوغ خديت بكالوريا ديالي في 80. كنت من 5 الأوائل في المؤسسة، اللي كانت ديك الساعة المغرب كانت عنده اتفاقيات مع فرنسا أنك تأخذ من كل مؤسسة في المغرب ال5 الأوائل باش كتعطيهم منحة كيكملوا دراستهم في الخارج. أنا كنت واحد من دوك ال5 على أساس ندير الصيدلة ندير فارماسي. كانت عندي علاقة بالوالد رحمه الله، علاقة حميمية. كنت أنا واحد من 10، يعني كنا بحال إخوة يوسف. أنا كنت الثامن فيهم، وحتى شي واحد فيهم ما كمل الدراسه ديالو، لا من اللي كبر مني ولا اللي صغر مني الا انا. فاذا كنت هذاك الوليد اللي الكل يعقد عليه امالا كبيره. خوتي كلهم داروا مكانتهم في المجتمع، ولكن في الغالب كلهم مشاو في الصنعه، لان الوالد كان كاريزماتيك. يعني جاء وعنده 12 سنه من سكوره، جاء بواحد المستوى كبير من الذكاء ومن الفياقه ومن اذا 12 عام باش يجي بوحدو في يامات السيبه. كيفاش ان توفى الوالد ديالو الله يرحمه، وكانت عنده بعض الاراضي، كان شاد الرسوم ديالها محزن بهم، كيبات بهم وكيفيق بهم. علاش؟ لانه اي واحد يعني ممكن ياخذهم ليه، وخايف لا يموت، خايف هذا. حتى لقى واحد الرحله بحال ذكرني انا بحال القصه ديال سلمان الفارسي ملي بغى يهرب من القصر ديال باه، ملي لقى واحد الطائفه ديال المسيحيين وركب معاهم ومشى زاد بحال. هو نفس الشيء، يعني شاف واحد الناس كيهربوا للمدن الكبار خاصه الدار البيضاء، جيتي شديتي هذوك الرسوم دوك العقود باعهم باقل ثمن، قال بدل يمشيوا لي وتمشي معاهم روحي، اللهم نبيعهم وبيهم نقد راسي، حيت ما بقى عنده لا عائل ولا 12 سنه. ولكن الناس ديال الجنوب، انا سكوري في الاصل، اقليم ورزازات، فركب وزاد. هذا الشيء انا حكاه ليا بتفاصيله الوالد الله يرحمه. غنتكلموا على ان الوحيد اللي كنت بحال بغيت تقول كيتكلم معايا، اما الاخرين كان دير ما ديرش، كان خايف بزاف على ولادو. ملي غادي يكبروا غادي نجي في السياق، غادي يمشي للدار البيضاء، غادي يقلب على خدمه، ما لقى يعني بذكائه غادي يمشي للبلفدار المدينه، غيبدا يدق على الفيلات باش يخدم، تيدير لهم هكذا نصارى. شدوا واحد ليطاليان سميتو نينو، عاود ليه التربيه من جديد، علمو لا كويزين ايطاليان من الف حتى الياء، عاش معاه في النعيم ديالو. عنده باقي كنتذكر لانه غادي نتولد انا وغادي يكون مازال في السنوات الاخيره ديال الخدمه ديالو، كيفاش انه كان هو المايسترو ديال هذيك الفيلا، في طيابها، في الجارديناج ديالها. عندهم كلاب بحال الاسود، هو اللي كيوكلهم واللي كينقيهم. بل كان كيدينا في لي كونجي ديالهم، هما كان كيدي الوليدات اللي عنده ديك الساعه كيقضي معاهم العطله في هذيك الفيلا. وبالتالي عشنا معاه وتعلمنا منه حتى لا مانيير ديال الحياه. كان خايف على اولاده، وبالتالي كان صارم معهم. معروف با الثاني مشهور بالصرامه ديالو، بالقوه ديالو، برجاحه العقل ديالو. ما كاينش شي واحد من خوتي اللي انا كابر وكنشوفهم
ما تجزرش، يعني جزره ديال بصح اللي كيدير شي مخالفه ماشي هي هذيك، ما عندوش فرصه لانه كيمشي بكري وحنا ناعسين باش يفطر هذوك النصارى، وكيخص حتى ينعسوه عاد باش يجيب الميطير ديالو من بعد عن الشق. اذا في الغالب ما كانش كيشوفنا، فكان مراهن على الام، وكان صرامه قويه ملي كتكتشف بان شي واحد دار شي حاجه، يا ويلو. انا انسان نقولها رابيدمون اللي عشتها وشفتها، وانا ملي كنت كنتفرج في المجازر كنت انايا كنتكاد بوحدي باش ما نطيحش باش ما نطيحش في الفخ ديالو، وفعلا ما سقطش يعني بين اليدين ديالو. هذه كانت معروفه، لا مارك ديال المدني هو انه الوحيد اللي كان هو من مدعمين ديال التامين، وكان خايف عليا. هذا الخوف هذا بين قوسين هو اللي خلاه ماشي يقنعني، كان بيناتنا احترام، وخاص غير انايا كيهضر معايا قال لي ولدي ما نقدرش نخليك تمشي لفرنسا تكمل دراستك للاسف، حيت انايا خايف عليك وانا هنا. ونقول لك نينو ملي سال العقد ديالو وبغى يمشي لإيطالي، قال لي كان عنده ديك الساعه جوج ولادو الكبار احمد وابراهيم، كان غيديهم معاه، قال لي غتمشي معايا انت ووليداتك وعيش في الطاليان مع راسك. ما بغيتش، خفت انني ما نقدرش نميتريزي تربيتهم. هذا ابراهيم واحمد وانا معاهم في الطاليان ما بغيتهاش، فكيفاش انت وانت من انت فريخ وخايف عليك غنخليك تمشي لفرنسا بوحدك؟ اقتنعت بالفكره ودرت لها ناس. اوكي، فانسان مهمه بزاف عشها انايا، عندها دلاله كبيره. كيفاش انه جا واحد النهار في الليل واكتشف بان ابراهيم واحمد الجوج الكبار ما كاينينش. مره تيغسل كذا تيسول ميلوده الله يرحمها حتى هي، فين هو ابراهيم؟ كتسكت لعله زعما ينعس من شده العياء ودوز القضيه. هما راه مشاو السينما الصحراء، يعني الشق كانت معروفه السينما الصحراء معروفه قريبه لينا. في الاخر خافت لي تفرش الموضوع وتولي حتى هي مورطه وما يرحمهاش، قالت لها مشاو للسينما. اش غيدير هو؟ غادي يمشي يلبس وغادي يمشي للسينما الصحراء، وغادي يوقف وغادي يقول لهذاك السيد اللي مكلف عندك جوج ولادي قاصرين هنا، غادي تطفي غتشعل الضوء وغتطفي الفيلم وغتجبد ليا وليداتي بجوج ونشريف وخليها لونطراكت قريبه. وهذا غتقول لي لا لونطراكت لا والو، يا اما غتخرجهم يا اما غنمشي للبوليس دابا. شعلوا الضوء فهو الفيلم، جبدوا ليه ابراهيم واحد وماشي يشدهم، بقاو غاديين معاه سارحهم ما يقدروش يبوجيو. وانا شفت هذيك المعركه احد غيدير معاهم يعني ما نعاودش لك يعني. فانا بحال هذه الاشياء هذه خلاتني انني انايا ما تورطش لدرجه انني كنت كتلقاني في ذاك الحد اللي كيجي فيه هو كيبريكولي بزاف، ما تيجلسش خصو يصوب عادي. وحنا كنا في عين الشوق معروفه داك السيكتور، حنا كنا في البروميير كنا دايرين غير لو طوا غير بالزنق. اذا انت تلقاه كيكون ناعس في الليل وكيسمع مثلا شي روبيني كيقطع ولا هذا خصو يفيق. المهم كان مانياك. هل باش نقول لك انه هو كان خايف على اولاده، وبسبب هذيك القوه هي باش كل واحد دار بلاصتو. الحمد لله دابا جميع الصنايع عندنا كندخلوش المعلم في الدار، بل حنا كنصوبوا للناس اي حاجه باش ما بغيتي. في النجاره كتلقى واحد او جوج تيتقنها بشكل كبير، سورتو لا شوندونري بالمستويات ديالها كلها، سورتو النجاره. المهم عاد كاين اللي هو دار ان كومي في هذا في لاغوبور. انا الوحيد اللي قريت علاش درت استاذ. يمكن كيف ما تيقولوا الناس ان كاين شي حوايج اللي هي كاين كل الميسر لما خلق له. حتى دابا في هذه العلوم الجديده راه تيبان بانه داك الشيء كاين فعلا شي حوايج اللي كتشتغل بحال مغناطيسيا. هذه هي اللغه احدث ما كاين اللي كتفسر مثل هذه الظواهر وهذه الموافقات، اللي منها هذا اللقاء ديالي معك. هو باقي كنتذكر انايا ملي كنت في 3 اني ديال الكوليج، كانت واحد العاده انت غتكون عشتيها. لي بروف غالبيتهم تيتعارف مع تلامذو، تيقول لهم في الاخر واحد كيمشي للطابلو تيقول لهم كل واحد ياخذ ورقه ويكتب الاسم ديالو والاسم باه والمهنه ديال الاب والمهنه ديال الام ولتحت اشنو بغيتي تولي في المستقبل. 3 اني كوليج
كنذكر انا هاد لاسين بقات عندي، يعني حتى درت لها ناس عاده باش تاكتيفات، انا نسيتها، ولكن ملي درت لها ناس وهي طلع الوعي ديالي. شنو هي؟ انني كتبت وكنت في الطاوله الاولى. بالمناسبه انا كنت كذلك انا بعد حتى حد ما قراني، ما قريت في البريفي، ما قراو معايا خوتي ما والو، حيت خوتي ما قراوش، كنت بوحدي. بل كنت انا كنحاول ندعم الدراري ديال الدرب ديالنا. كتلقاني دائما مع واحد الجميعه كنطريباري معاهم وكنوجد لهم وكذا. كانت هذه كذلك معروفه وممكن نتكلموا في تفاصيلها، حيت الحياه في عين الشق وسيرتو في الزنقه ديالنا 115 كانت عندها خصوصيات تعرفات في اليبوك بسبب عبدو ربي ولا كليك اللي درت في هذيك الدريبه. كيفاش اننا كنا كينوضوا الصباح الناس كيلقاوها مسيقه من الراس حتى للراس، كنسيقوها وكنمشيو نصليو الفجر كنصليو الفجر وكنجيو وكنسيقوا الدرب كامل وكنمشيو الناس، وكنا كنفيقوا بعضياتنا. ناس على قدهم. انا ما كانش عندي المنبه، كندير واحد القنبه في رجليا وكنخرجها من عند الباب باش اللي عندهم مكانه تيجيو تيجروني باش نفيق انا ونمشي معاهم نصلي وحده. تكلمت في هذا السياق هذا باش نقول بانني هكذا يعني كنت يعني عندي ملي كان خلينا هذاك الاستاذ كتبت انا شكون انا، سميه هذا، وفي الاخر درت اش بغيتي تكون، درت استاذ. باقي الورقه قدام عيني يا استاذ، مع انني دوزت الكونكور ديال الطب ولكن ما ملتش ليه. مشيت درت لناس ديال 4 سنين. وبالمناسبه كانت مرحله ذهبيه. الدوله استثمرت الملايير باش تخرج واحد العدد ديال الافواج، واش 10 الافواج واش 20 فوج، كان داك الشيء مضبوط بواحد لو باك. حيت صافي بدات قررت المغرب ديال المغاربه باش يعني يوليو عندها الاطور ديالها، اذا خصها تحرر من العقود اللي كانت دايرها مع حنايا. دزنا في هذيك المراحل الاخيره ودرسنا لا ناس سيتي كان 4 سنين، ولكن شكون قراونا دكاتره وباحثين في تخصصات كامله. وكنت درت انا بيجي حيت كانت عندي بكالوريا علوم تجريبيه، فدرت بيولوجي جيولوجي على اساس باش نولي استاذ ديال علوم الحياه الارض، غتسمى من بعد علوم الحياه والارض. اذا قراونا في تخصصنا وحتى في التخصصات الاخرى. انا كنت كتقرا، كنا كنقراو 13 ماده بالمناسبه. الامتحان كنا كندوزوه، كانت البي جي هي الاصعب، كانت عندنا البي سي وكان لي مات، ولكن البي جي كانت معروفه بلا ريبيوتاسيون ديالها، كانت صعيبه بزاف حيت فيها مواد كثيره، فيها 13 استاذ رسمي. عاد كل استاذ عنده ان اسيستون ولا 2 اسيستون، يعني كيسهروا على التكوين ديالك واحد الجيش ديال الاساتذه لمده 4 سنين.